السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هو هل المولد النبوي حرام ولا بدعة ولا ايه دنيته؟ ولو حرام ليه حرام وانا اصلا بس فرحان ان الرسول صلى الله عليه وسلم اتولد في يوم زي ده؟ قبل ما اقول لك المولد النبوي حرام ولا مش حرام، تعالى كده شوف الفيديو ده اللي موجود فيه شيخ من الازهر عمال يمدح في الرسول صلى الله عليه وسلم، والاسود من ده كله ان الحلقة بتاعته بتنزل على قناة الناس، قناة الناس اللي مفيش تلفزيون مصري اللي موجود عليها قناة الناس، مفيش واحد من شعب المصري كله اللي بيسمع قناة الناس. بص كده على الفيديو ده. يا رسول الله أجرنا، يا رسول الله أجرنا، الغوث رسول الله، الغوث رسول الله. اهو ده بقى معلم الفيديو الوحيد اللي ينطبق عليه مقولة بداية القصيدة كفر. بيبدأ مدح الرسول صلى الله عليه وسلم ان هو بيستجير بالرسول صلى الله عليه وسلم، وربنا سبحانه وتعالى بيقول كل لن يجيرني من الله احدا. ده غير باقي القصيدة اللي معظمنا عارف ان هي شرك بالله. فمتخيل الحاجات دي كلها بتنزل على قناة الناس، والاسود من ده كله ان شيخ من الازهر هو اللي بيقول الكلام ده. وربنا سبحانه وتعالى بيقول ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. فكل الحاجات دي وكل الاحتفالات دي حرام وبدعه، ده غير ان هي بتودي للشرك والعياذ بالله. اما بقى لو بتسال عن الاحتفال بالمولد النبوي بدعه ولا مش بدعه، فتعال اقول لك ان احنا كمسلمين بنمشي على نهج الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى سنه الرسول صلى الله عليه وسلم. وربنا سبحانه وتعالى بيقول ما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. الحسبه بسيطه خالص، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لك عليه خده، واللي الرسول صلى الله عليه وسلم ينهاك عنه ما تاخدوه. والحاجه اللي الرسول صلى الله عليه وسلم ما عملهاش ما تعملهاش. فانا دلوقتي اسالك، هل الرسول صلى الله عليه وسلم احتفل بالمولد النبوي؟ مفيش واحد يقدر يطلع يقول ان الرسول صلى الله عليه وسلم احتفل بالمولد النبوي، فهي بدعه لان الرسول صلى الله عليه وسلم ما احتفلش بالمولد النبوي. اما بقى لو قلت لان الاحتفال بالمولد النبوي بيقربك لربنا سبحانه وتعالى ودي طاعه لربنا سبحانه وتعالى، فانت كده ظلمت الرسول صلى الله عليه وسلم، لان الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول ما تركت شيئا يقربكم الى الله سبحانه وتعالى ويقربكم الى الجنه الا وامرتكم به. فربنا سبحانه وتعالى خلى الرسول صلى الله عليه وسلم يأمرنا بكل حاجة خير وبتقرب ربنا سبحانه وتعالى. وربنا سبحانه وتعالى بيقول على لسان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لو كان خير كان الصحابة رضوان الله عليهم أكتر ناس بتحب الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا احتفلوا بالمولد النبوي. فالمولد النبوي معروف إن هو بدعة زيه زي عيد الميلاد، زي عيد الأم، زي عيد الأب، زي اي الاعياد البدعه، زي شم النسيم بالظبط. كل الاعياد دي بدعه ومش موجوده عندنا في الاسلام. اما بقى معلم لو عايز تستنى سنه على الرسول صلى الله عليه وسلم ففي سنن كتير. عندك السواك سنه على الرسول صلى الله عليه وسلم وما بتمسكوش، في 12 ركعه في اليوم بعد الصلوات كلها سنه على الرسول صلى الله عليه وسلم وبرده ما بتصليهمش. اللحيه سنه على الرسول صلى الله عليه وسلم، قيام الليل سنه عن الرسول صلى الله عليه وسلم، في سنن كتير عن الرسول صلى الله عليه وسلم، والتكحل سنه على الرسول صلى الله عليه وسلم. في حاجات كتير انت سايبها وماسك في الهيفه، سايب كل السنن اللي على الرسول صلى الله عليه وسلم وماسك في الحاجه اللي عليها جدال. بس كده ما تنساش تصلي على النبي، واهم حاجه ما تنساش تدعي لاخواتنا في فلسطين، ربنا ينصرهم. سلام.